ليه المصري القديم كان بيكتب حروف أبجدية بالبقرة والحصان والتمساح والديل والحاجات الغريبة دي؟ ليه كانت كلها حيوانات وحشرات؟ ليه المصري القديم ما عندوش أبجدية زينا كده ألف ب ت ث ولا A B C D؟ ده معناه إن كده اللغة المصرية القديمة لغة متخلفة وميتة ومنقرضة ومش متطورة زي اللغات اللي موجودة دلوقتي. خليني أجاوبكم على السؤال ده. اللغة المصرية القديمة فعلا هي لغة قديمة قوي، لغة بقالها آلاف السنين، تقريبا ظهرت قبل عصر الأسرات كمان. دي لغة قعدوا يتكلموا بيها برضو كذا ألف سنة، فطبعا كانت بتتطور، بيتحط عليها حاجات، بيتشال منها حاجات. المصري القديم لما طبعا هو شخص لازم تبقى حاطط في دماغك ان هو شخص وعي على الدنيا، ما كانش عنده حاجه. احنا بنوعي على الدنيا في لابتوب وكمبيوتر وتلفزيون وميديا وبتاع، لكن لما المصري القديم وعي على الدنيا ما كانش فيه الكلام ده. فهو كان بيستمد كل حاجه في حياته من الطبيعه. الحروف مثلا كلها جايه من الطبيعه، حياته جايه من الطبيعه، عيشته جايه من الطبيعه، الحاجات اللي كان بيؤمن بيها جايه من الطبيعه. فعشان كده ده بيفسر ليه اللغه كلها رموز واشكال، لان ده اللي كان قدامه. هو ده اللي كان قدامه، هيجيب منين؟ هيجيب منين حروف ابجديه؟ هو ما قداموش حاجه. فطبيعي ان هو اللغه كلها تبقى مكتوبه بحروف جايه من حيوانات وحشرات واشجار وانهار لانه ما كانش عنده حاجه تانية ممكن يستبد منها الكلام ده. لو وعيت على الدنيا ما لقيتش حاجه خالص حواليك غير جبال وميه وحيوانات، هتبقى تفكر في ايه غير كده بجد؟ بالعكس، ده هو كمان كان خياله واسع. يعني حتى لما تبص بقى على الرموز وتطورها هتلاقي فعلا في رموز لا متطورة جدا جدا. وازاي خياله وصله لكده، وسواء بقى في العمارة او في الزراعة او في الصناعة، حاجات كلها اعتمدت على خياله. مش تيجي انت تقول اصل هي ليه اللغة مكتوبة باشكال بايموجيز ولا بقى. لو انت عايز فعلا تقارن اللغة العربية بالمصرية القديمة، ودي حاجة طبعا غريبة جدا يعني وحاجه مش في محلها خالص، فحتى اللغه العربيه مرت بتطورات كتير. يعني اصلا اللغه العربيه اللي احنا نعرفها دلوقتي دي ما كانتش اللغه العربيه اللي موجوده زمان. زمان الحروف العربيه لا كانت بتتنقط ولا كانت بتتشكل، فهي كانت كلها كانت بتبقى في بعضيها كده، الجمله كلها لا من غير تشكيل ولا من غير نقط. اللي احنا بنستخدمه دلوقتي كحروف وكتشكيل مش هو ده العربي اللي كانوا بيستخدموه زمان. فطبيعي ان اللغه تمر بتطورات، وطبيعي ان هي في بدايتها يبقى شكلها بدائي بالنسبه لنا، لان احنا جايين بعد كتير، احنا جايين في مرحله متطوره قوي. فاحنا دلوقتي لو هنقارن حاجه حصلت من الاف السنين، طبعا اي حاجه حصلت من الاف السنين هتبدو لينا ان هي شيء بدائي او شيء غير منطقي، احنا بعيد قوي عنهم.